لعنة جوتمان تتواصل بعد ما خسر بنفيكا البارح كونتر مارسيليا وخرج من ربع نهائي اليوروبا ليج. زعما شنو هي الحكايه؟ تبع الفيديو للاخر. وقبل ما نبدو في هذا الكل ما تنسوش تعملونا ابوني باش يوصلكم كل جديد. جوتمان هو مدرب بنفيكا السابق وتوج مع النادي البرتغالي بزوز القاب في الشامبيونز ليج كأول مرة في تاريخ البرتغال. جوتمان طلب من إدارة الفريق باش يزيدوه في الشهرية، يا أخي رفضوا المطلب نتاعو وقالوا له أنت ماكش السبب الرئيسي في تتويج بنفيكا اللي كان فيه جيل ذهبي بقيادة أوزيبيو. يا أخي جوتمان غضته الحكاية واستقال من تدريب نادي بنفيكا وخرج في مقال صحفي قال فيه إنه بنفيكا لن يستطيع التتويج بأي بطولة أوروبية لمدة 100 عام. بعد الحادثة ذيك بنفيكا وصل للخمس نهائيات في دوري أبطال أوروبا ولم يتوج بأي لقب. وصل بنفيكا 3 مرات لنهائي اليوروبا ليج ولم يتوج بالبطولة. والبارح كما رينا مارسيليا خرج بنفيكا من ربع نهائي اليوروبا ليج والعقدة تتواصل مرة أخرى. احكي لنا شنو رأيك في القصة هذه وما تنساش تعمل لنا جيم للفيديو.